السلام عليكم يا باشا. اعمل لي حته اللحمه دي 3 سياخ كفته لو سمحت. 3؟ اه. لا يا باشا دي صغيره على 3، اعملها لك سيخ مثلا، سيخ ونص. يا باشا انا ابويا وامي تعبانين ونايمين في البيت وانا اللي بصرف عليهم. انا موقف شوي بره عشان معايا شغل محل بس، معلش يا باشا بعد اذنك في شويه كده وعدي عليها معلش. يا باشا بقول لك يا باشا والله العظيم ما بهزرش يا باشا. انت في ايه؟ حضرتك بتقول لي 3 سياخ يا باشا معلش انا بقول لك ابويا وامي نايمين وانا بصرف عليهم، اتصرف واعملهم لي. دماغي حضرتك، انت لو داخل بتقول لي مثلا حاجه معقوله اعملها لك اللي انت عايزه، حضرتك شوف اللي انت عايزه انا تحت امرك. طب بص صلي على النبي، اعملهم سخين يا عم وانا مش عايز، مش مهم ان اكل خالص. طب شويه وتعدي عليها معلش عشان انا موقف شويه شويه بره. بالله عليك يا اخويا بس ساعدني، يعني بقول لك اعملهم ماشي، لو سخين. على المساعده اساعدك عادي، ماشي يا عم رضا. عايز مساعده قول لي عايز مساعده، حضرتك عايز تشوي حاجه؟ لا 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 انا عايز اهم ده، هم اعملهم لي سخين حتى. سخينه يا باشا مع ساعه. معلش بالله عليك خلي بالك جنب مش اخوك بس كده، والله. اعملي الفراخ باشا ساعه وعدي عليا ولا ماشي. خدها ام محمود، اعملي له سيخ ونص او سيخين وساعه ويجي ياخدها. تمام حاضر. ماشي يا باشا اعملهم لك يا باشا شكرا. واخد. ماشي يا باشا شكرا. سلام عليكم.